سوبرمان بيكون مبدع اكثر من اللزوم فيقدر يسبق حلو يتجاوز عوائق الذكاء الاصطناعي، وبالتالي ايماجيناسيون كرياتريس اللي يتحكم فيها الشخص بدها تكون موضع تساؤل، موضع تحدي كبير، ما بعرف كيف بده يطلع منها. يعني اليوم وقت اللي انت بيصير في قدامك مجره جالاكسي كبيره، العالم معلومات منتشره، مؤثر مشغل بيقدر يسوق بضاعته مثلا من الصين لما بعرف لوين، كلها سوا في هالكم الهائل من التاثير الافقي والعمودي وهالكم الكبير من المعلومات اللي عم يتدفق، وين بده يكون الصحفي؟ وين بده يوجد حاله فيها؟ لذلك هون علينا انه نشتغل، علينا انه نفكر كيف ممكن الصحافي يتصرف يستفيد من الذكاء الاصطناعي ويتجاوز الانكونفينيون عم يفرضوا الذكاء الاصطناعي على حركته المهنيه وعلى حدود عمله. وبالتالي بالاتحاد الدولي الصحفيين في زميلنا امين صندوق الاستاذ علي يوسف بيعرف انه تشكلت لجنه من كبار الاعلاميين بالعالم حطت موضوع الذكاء الاصطناعي على الطاوله وعم تبحث لحد هلا ما في اجابات نهائيه كيف يمكن ان يكون هذا الذكاء في خدمه الاعلام او الاعلام في كيف يستثمر هذا الاعلام الذكاء الاصطناعي. بالتالي انا بشكرك يمنى لانك طرحتي موضوع اشكالي كبير بحضور قامات عندها خبره وعندها معرفه بهالموضوع. انا بعتقد ان الموضوع ما بيوقف عند حد، موضوع مفتوح لانه كل يوم يطرق علينا شيء جديد. وشكرا.